صباح الخير عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رانا في نعمه والحمد لله. الانسان يحمد ربي ويشكره على كل شيء، على قضاه ورضاه. صحه قهوتكم البنات اللي راهي مقابله بنياتها ولا ميمتها، صحه قهوتكم وبصحتكم، واللي راهي تفطر ثان بصحتها، واللي راهي مع شغلها ولا مع صوالحها ربي يعينها ان شاء الله. واش راكم خياتي؟ والله ليكم وحشه يا البنات، توحشتكم والله، غير توحشتكم بزاف بزاف. سمحوا لي على هذا الغياب. كما تعرفوا كنا في فتره اختبارات، وانا بنتي ولا غير مازالت سنه اولى، مازالت تدير في الاختبارات. هذا وين نبداو لهم. واللي عندها وليداتها راهم يفوتوا في البيام هذه السمانه. اليوم ان شاء الله اليوم يبداو نورمالمون اليوم الاثنين. ربي ان شاء الله ربي يوفقهم، ربي ينجح كامل وليدات المسلمين والمسلمات اللي عنده البيام ولا اللي عنده الباك، واللي تعثر ثان كما اصحاب السيام ولا اصحاب اللي تعثروا راهم دخلوا في فتره استدراك. ان شاء الله ثاني نقول لهم زيروا ربحكم، وان شاء الله تلقاو نتيجه، وان شاء الله تجيبوا النتيجه وتطلعوا ان شاء الله، تباصوا للسنه القادمه ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو يا البنات، ما تنساونيش بهذاك الجام، واللي مش مشتركه في القناه فضلا وليس امرا. ومرحبا بكم خياتي المشتركات الجدد ومشتركات القدام، نقول لكم الدار داركم وانا غير ضيفه عندكم. مرحبا بكم انتم اللي مخليني نتحفز، وانتم اللي مخليني على جالكم خطرات نقعد بزاف ما نديرش الفيديو، ما نقول نطلع على حباباتي وعلى خياتي، نطلع عليهم فيديو هكا تحفيزي يا البنات. كما تعرفوا الشتاء راح والربيع راح، دخلنا في الصيف ونبغوا هكا نخملوا حوايج الصيف ونحوا علينا ذاك الرباج، ونحوا علينا الحوايج اللي ما نسحقوهم. شو البنات الحاجه، شوفوا يا البنات نوصيكم حاجه، الحاجه اللي يفوت عليها عام حسبي عام كما اليوم، كما هذا العام دسيها، العام الجاي كما تسحقيهاش مديها الى تاع قيسان قيسيها، ولا تاع مد هكا تاع صداقه مديها يا البنات. كما هنايا انا عندي هذو لي زارات ولي سطور يا البنات، راني حاكمه غير واحد الزوج نبدل ما بيناتهم. هادو عندهم بزاف ما درتهمش، ايبا قلت والله غير نحيهم. الكركبه يا البنات ما تخلوش على روحكم، سورتو حنا صحاب الباطيمات، حنا صحاب الباطيمات ما عندنا الضيق الخزاين كما قال لك الخزاين غير لعار لك فونا الحوايج ذراري الحوايجنا بسلامتهم، الذراري حوايج الشتا حوايج الصيف والله غير يا البنات. اكتوبر كرفت كامل دوك لي زارات، نحيتهم. لي زارت لي ما نسحقهمش. الحاجه المهم اللي ما نسحقاش لي درا، ولا الحاجه المهم اللي ما نسحقاش بلا منك يا ربي، اللي تاع صدقه صدقه، واللي مش تاع صدقه خليتهم هكا قماشات كاش ما نسحق بهم نمسح بيهم، ولا اللي هي المهم. دي فوا تبغي هكا تمسحي الطوموبيل، ولا دي فوا انا الزوج تاعي يقول لي اعطيني كاش قماشه هكا نمسح بها الطوموبيل، ولا نعطيهم له. واللي تاع قيسان قصتهم ما ظلوش شادين على روحكم الكركبه والحوايج اللي ما يتلبسوش، ما ظلوش شادينهم عليكم. الانسان شرا يبدل ثلاث لبسات ولا زوج لبسات للذري ولا ليك ولا بزاف. الحاجه اللي شتي روحك جبه هكا دستها محيت تيسلفو، شحال العمر شحال يجري وراي تفوت كل يوم راموده كل يوم راموده. الحاجه اللي شتي روحك ما تلبسيهاش حطيها على جهه صدقيها تخلصي منها، هذيك هي لونغواز اللي دير لكم، هذيك هي الضيقه تاع الديار اللي دير لكم. نوصيكم يا البنات. بلا ما نطول عليكم يا البنات، كانوا عندي واحد الحبات تاع تفاح، كانوا حين يخسروا ولداتي ما كلاوهمش. كي شغل جاهم شويه قارص، يبا لقفتهم قطعتهم شويه يا البنات كما شتوني. بلا ما نقيهم يا البنات، قلت اموال الجلفه تاعهم يستفادوا منها. كما دائما نقول لكم خياتي نتحايلوا على وليداتنا باء ما ياكلوا الحاجه تاع الفيتامينات. قطعته خياتي درتو في مقله، وزدت عليه 3 مغارف سكر، درت عليه شويه سكر انتي والتفاح تاعك البنونيه تاعو، يعني رستيه بنين، ديري مغرف ولا زوج، صوتي شويه قارص. انا كيما هنا درت مامو درت 3 مغارف تاع سكر. والذوق انت تتحكمي فيه. شويه قرفه يا البنات، القرفه تمد واحد الذوق فيه روعه. هذو الفطائر يا البنات كما شفتوا في الفيديو، في البدايه تاع الفيديو شربنا بهم القهوه، جاو هايلين يا البنات وما يدوش كامل الصوالح. تبعوا معايا الفيديو التالي تشوفوا المقادير. مغرف زبده صغيره بهذاك التفاح يجي طري. مام يا البنات ما تنقصوش كامل النار باه ما يطلقش التفاح ما يطلقش الماء، خاطر لو كان يطلق الماء يقطع لنا العجينه. كما راكم تشوفوا يا البنات. ونتحايلوا على وليداتنا كما تعرفوا راهم قاعدين يبغوا هكا حاجات القهوه، يبغوا. انا كانوا عندي شويه مكسرات يا البنات، الجود بالموجود، بغيتوا عندكم زبيب ولا كيما المشيمشه، ولا لا بغات 3 حبات، ولا تقدري تقطعيهم وتكلخي لولادك
كما نقول لكم والف كتدخلوا ولادكم باه هما ياكلوا ديك الحاجه تدخليها لهم على شكل كاطو ولا يبغوها. هنا البنات بلا ما نطول عليكم عندي درت فيهم هذيك العجينه تاعهم، درت كاس زيت، وحده ياهورت ناتشور، في بلاصه البيض يا البنات استعملوا الياهورت ناتشور، وكاس سكر غير ربع، كاس غير ربع، وشويه خماره يا البنات، على نص المغرف هكا ماشي بزاف، باه ما يتخمرش لينا بزاف، باه ما يتغلبكمش العجينه، شويه لافاني، ونديروا الفرينه الليمو العجينه عادي، الليمو العجينه عادي، شويه خماره كما قلت لكم، والليمو ديك العجينه نليموها كامل وخلوها شويه ترتاح يا البنات، خلوها شويه تريح باه ما تفتح لكمش، هي تجي بزاف مذكره تكون كاس فيها كاس زيت، بصح يا البنات لو تشوفوا التالي يعني ما نفتحوا لي في الكوشه ما والو. شوفوا يا البنات كان نفتح فيها جايه مذكره شويه، بصح تقدري تتحكمي فيها. تجيبي الطابع البنات، طابع كبير وطابع صغير كما راكم تشوفوا خياتي. راحين نسقموهم بالكاس، شوفي الكاس اللي الفم تاعو شويه صغير، كيما راكم تشوفوا خياتي، هذا الكاس تاع وليد كبير الفم تاعو شويه، جبت هذا. ودوك نشكل معكم حبه يا البنات. الشكل تاعها يجي شباب يا البنات، ويجي مطبوع ولا غير يجي هايل، فرحوا بزاف وليداتي كي درتها لهم. قالوا لي يا ماما شحال جات شابه، بدا يديري لنا منها في ذا الصيف، كي يكون كاين تفاح ولا الحاجه اللي بغيتي تعمري بها مثلا بغيتي ديري لهم زبيب، بغيتي ديري لهم مكسرات، يعني جود بالموجود. هذاك الشكل صح في الشكل يا البنات كما راكم تشوفوا، اني شكل في حبه قدامكم. هذو كل الدويرات الصغار كما طبحتيهم هكا ديريهم في فم الكاس، ومن بعد الكبيره اللي طبعناها نفتحوها شويه باه تجي مغلوقه مع هذوك الصغار. كما راكم تشوفوا خياتي، الفيديو راه يمشي والصوره راه توضح. ان شاء الله يكونوا عجبوكم يا البنات وتسيوهم، ويعجبوا وليداتكم ولا يعجبوا ميماتكم. الانسان ينوع لوليداته، خطره خبزه فطير، خطره حبه قاطو، خطره نصنعوا مسكوتشو، يعني راه جاي الصيف خير من نضلوا نشرو يا البنات. الانسان يتحايل على هذا الوقت اللي رانا فيه، ولا غير تروحي تشري حبه قاطو من عند البيسري تقاموا لك قريب 50,000 ولا 60,000، ما يشبعوش. قادر ولادك 5 ولا 6 والله ما يشبعوا، بس على كانت تشريها صوالح وتصنعي لوليداتك قادر 3 ايام ولا 4 ايام وليداتك ياكلوا. ان شاء الله نفيدكم يا البنات، يا لو كان بالشي القليل يا لو كان بالكلمه الطيبه يا البنات. كما راكم تشوفوا خياتي، ها الشكل تاعها تجي كما الورده. والموضوع يا البنات اليوم على بالي باللي راه مشوقكم على حساب العنوان تاع الفيديو يا البنات. كانت عندنا جنازه هذه السمانه، ربي يرحمه ان شاء الله عمي احمد، عم الزوج تاعي، مات هذه السمانه يا البنات. على ذيك كنت شويه مشغوله مع الاختبارات ومع الموت ثان، كنا كما تعرفوا الموت، وبعد 3 ايام وطلينا عليهم على بنياته كامل كما تعرفوا الموت. ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه. يا خياتي شنقول لكم، احنا دخلنا هكا وانا كنت عارفه، انا كنت على بالي باللي ام وليد، تلاقيت بام وليد يا البنات، ما شاء الله. نوجه لها تحيه من هذا المنبر، نوجه لها تحيه كبيره كبيره، ونقولها ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يحفظ لك وليداتك وليد والاخ تاعو، ربي يحفظهم ان شاء الله، ربي يعطيك ما تمنين. انسانه متواضعه يا البنات، لو كانت تشوفوا كيف متواضعه، باه نشوفوا الانسان دي فوا يتغول اللي يكون هكا مشهور، ولا دي فوا يتغول يا البنات. انا جربت زوج يا البنات، بغيت نحكي لكم من هذا المنبر، بغيت نحكي لكم هذه الحكايه. جربت زوج من اليوتيوبرز، كيما تعرفوا القناه تاعي جديده وكاع يا البنات، هكا دي فوا نروح للقنوات اللي يحطوا لي فيديو كامل، نقول لهم يا ودي شكرا على الوصفه ولا شكرا على المعلومات، ولا ونحط بلي يا البنات دعم قناتي. كيما تعرفوا اي يوتيوبرز جديده، اي وحده فتحت قناتها جديده، دير هذو العفسه في الفيسبوك، ولا دي فوا نبارطاجي في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا في اليوتيوب ثانيك. دخلت يا البنات والله غير 3 خطرات وانا نسيي عندهم 3 زوج يوتيوبرز، وحده من عندنا بلا ذكر الاسماء، وحده من عندنا من عين الدفله، ووحده كما قال لك تبان طيبه الاخلاق في هضرتها وفي طيبتها وفي يعني في تعاملها. والله غير شحال من خطره يا البنات فايته 3 خطرات هما ينحوا التعليق تاعي، ينحوه يا البنات بالقنا، يمسحوه يمحوه
يا البنات شتو هذا البغض، شتو هذا. كل واحد قسمته في هذه الدنيا. هذه كاع الناس يديروها في البدايه تاع الانسان، يبدا يحوس يبارطاجي لي فيديو تاعو باه هما يلحقوا عند اكبر عدد ممكن، باه تمشي القناه، باه على الاقل يزيدوا المشتركين وكاع كما تعرفوا يا البنات. يعني هذه حاجه عاديه. وخلوا لي في التعليقات يا البنات، والله غير 3 خطرات وانا نحط حتى ديفوان، حتى بديت نصور الميساج كيما نبعثوا التعليق كيما نبعثوا، بديت نصوروا بالبورطابل نتاكد، نقول بالك ما كتبتوش، بالك ما مشاش. والله الله يهدينا يا البنات. غير جات هكا الحكايه يا البنات وحكيت لكم على هذه الضربه، جات في بالي برك. خياتي ام والد نوجه لها تحيه كما قلت لكم. هي مرت خو مرت عمها، الزوج تاعي اللي مات مرت خوها نورمالمون. ربي يحفظها ان شاء الله، انسانه متواضعه في هضرتها، في لبستها، في تعاملها، يعني ما شاء الله، يعني مراه بلقانه ما شاء الله. باه نعرفوا بلي الانسان كي يكون في القمه ولا يكون في الاخر ما ينساش اهله، ما ينساش تواضعه، ما ينساش التعامل تاعو كيفاه كان، ما ينساش الانسان. ومشي الخبزه تاع الانسان انا نحن نقطعها ولا واحد اخر، حتى واحد يا البنات. بغيت نشارك معكم هذا الموضوع يا البنات، نوجه لها تحيه يا البنات. والله غير جمعنا مع بعض وهدرنا هكا في جماعه، يعني انسانه ما شاء الله، يعني عاديه كيما احنا ما شاء الله. كما تعرفوا ام وليد عندها 12 مليون متابع ما شاء الله. العقوبه لينا يا البنات وليها لاله، هي بدات بالبدايه تاعها بدايه صغيره وقليله وحاجه قليله، وشوفوا وين راهي في العالميه. الانسان كامل ما يفقدش الامل من هذه الدنيا. انا في حياتي ما قلت باللي نفتح قناه في اليوتيوب، في حياتي ما كانت عندي الفكره، لا فكرا ولا زعما تخطيطا، ما كانتش. بصح كي شاءت الاقدار اني فتحت القناه وراني منحيه بها ديك الخاطر. وخياتي راه تعرفت على ناس الحمد لله، تعرفت على ناس طيبين كيما انا، ان شاء الله نتلاقى دائما بالناس الطيبين. والانسان يتعرف على ناس ويعرف تجارب ناس ويفيد الناس ويستفاد من الناس. هذه هي المغزى تاع القناه تاعنا. وان شاء الله ربي يوفقكم كامل، اللي راهي فاتحه قناه ولا دايره مشروعها ولا مشروع اي مشروع، لو كان مشروع في الخياطه ولا في الحفافه ولا، ربي ان شاء الله يوفقكم. والانسان انما الاعمال بالنيات. الانسان كي ينوي حاجه خير في هذه الحاجه اللي يخدمها، والله غير ربي سبحانه هو اللي يطلعوا للخير ان شاء الله. وهذه هي خياتي، شاهدكم في الجنه يا البنات. شوفوا دوك الفطائر كيفاه جاو يا البنات، جاو هايلين. خليتهم يتحمروا من الفوق بحاجه خفيفه يا البنات، ماشي شرط يكونوا عندك الصوالح ياسر بايض، ولا اللي هي ديري لوليداتك هكا غير بحاجه خفيفه برك ديري لهم. لو كان حبه طابع ولا حبه ولا وحده مسكوتشو ولا اللي هي، المهم تفرحي وليداتك باش يشربوا القهوه. صحه قهوتكم من هذا المنبر البنات، ولا تشرب في قهوتها واللي راهي تفطر ثاني صحه فطورها يا خياتي. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم بالهضره يا البنات. وان شاء الله نكون فتكم يا لو كان بالقليل. هنا يا البنات فتحت معكم الحبه، شوفوا كيفاه جات شابه العجينه تاعها مذكره. كما شفتوا في هذاك الياغورت يخليها هشه، والزيت تخليها مقرمشه. ما شاء الله يا البنات، والله غير جاو هايلين. نتمنى تجربوهم خياتي. وهنا يا البنات ديتكم معايا اليوم يا البنات، رحت للطبيبه تاع العظم خياتي، بغيت نوجه لها تحيه من هذا المنبر. طبيبه حداد وجميله ما شاء الله تاع العظم، والله غير هايله يا البنات. جربتها يا البنات، جربتها كنت في عز لاشيميو يا خياتي. كان العظم تاعي كما تعرفوا لاشيميو تضر بزاف في العظم. يسموها الدكتوره حدادو، اخصائيه في الطب والجراحه تاع العظام والمفاصل، دير العمليات وفاتحه لا كلينيك تاعها كما راك شفتوا العياده تاعها ما شاء الله يا البنات. نعم المعامله، انا نعرفها من قبل، وكي بديت نداوي عندها اكثر واكثر يا البنات ما شاء الله. نوجه لها تحيه ونقول لها ربي يعطيك ما تمناي، وربي يعاونك ان شاء الله في المشوار تاعك الطبي. المعامله تاعها امام الفاميليه اللي دايتها ما شاء الله. كنت هنايا جست رحت بكري يا البنات، كانت رقبتي يا البنات كما حكيت لكم لا تخص، كانت صارت لي خياتي من التعب ومن القرايه تاع وليداتي كما تعرفوا. مره ملي دخل رمضان هنا وانا واقفه عليهم كما تعرفوا الذراري كما قلت لكم بناتي هبطوا شويه في المعدل، بغيت نزيد معاهم شويه لا شارج. والحمد لله يا البنات، والله غير عطاتني الدواء وراني في نعمه. هذه عندها واحد السمانه ولا هكاك ملي رحت للطبيب، والحمد لله يا البنات. الانسان كل يوم كما يقول لك الانسان يعيش اللحظه بحلوها ومريها، نهار هاك في الدنيا. نتمنى الشفاء لجميع المسلمين والمسلمات. وما بقى لي غير نقول لكم خياتي بقاو على خير في فيديو واحد اخر. سلام.